ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. هعمل معاكم النهاردة العاشورة بطريقة جميلة جدا وكريمي ومظبوطة وبتدوب في البق. جربوها بالطريقة دي، ولو حابين تشوفوا بقية الفيديو كملوا الفيديو وشوفوا انا عملتها ازاي. هوريكم بس قد ايه هي كريمي، هي لسه سخنة كمان ما جمدتش. شايفين القوام بتاعها كريمي وجميل جدا جدا. انا لسه كمان ما حطيتهاش في التلاجة تجمد. كملوا بقية الفيديو وشوفوا انا عملت الكلام الجميل ده كله ازاي. نعمل العاشورة معانا هنا اهو لتر من اللبن، ومعايا هنا غلة مسلوقة اهي، انا سلقاها. سيب لكم لينك الفيديو بتاع الغلة وازاي نسلقها وكل اسرارها تحت في صندوق الوصف. ومعانا لبن. هنبدأ بقى مع بعض دلوقتي. في اللبن هندوب معلقة كبيرة من لبن البودر اهي. اللبن البودر بيخليها كريمي وجميلة، اختياري. اللي حابب يضيف يضيف، اللي مش حابب يضيف ما يضيفش، براحتكم خالص. لبن بودر. ومعايا كمان كل دي مكونات اضافيه بتدي نكهات كويسه جدا وطعم حلو قوي. حابين تضيفوها تضيفوها، مش حابين تضيفوها براحتكم. تكتفوا باللبن والغله والنشا، هي دي الاساس. معانا هنا معلقه كبيره من الباستري كريم اهو. ومعايا كمان معلقه كبيره من الكريم شانتيه. برضو كل ده نكهات اضافيه زي ما قلت لكم اهو. انا هحط معلقتين عشان يبقى طعمها باين معايا. وهدوب بقى كل الكلام ده في لبن بارد مش سخن. هندوب بقى كل المكونات دي مع بعض اهوت بالشكل ده. بس كده زي ما انتم شايفين، مجرد ان احنا دوبنا كل المكونات مع اللبن. اخر حاجة عندنا هنحط 3 معالق كبيرة من النشا اهي. وهندوب الكلام ده كله مع بعض. يعني اللي مش عنده باستر كريم ممكن يستبدله بباكت من الكريم شانتيه الجاهز، بيدي برضو طعم جميل جدا. اللي مش حابب يحط الاتنين براحتكم خالص. الاساسي بتاعنا اللي هو لبن ونشا وغله اهو. غله مستويه طبعا. بس كده اهو. مجرد بقى دوبنا كل المكونات جوه اللبن اهي بالشكل ده. هننزل بقى بالغله بتاعتنا اهي على اللبن. كل ده معانا على البارد. بس كده هنرفعها بقى على النار تغلي والقوام بتاعها يتقل كده، ونرش عليها رشة فانيليا وتكون جاهزة معانا اهو. نزلت بيها على نار متوسطة، وكل شوية كده بقى اديها تحريكة لغاية اما القوام بتاعي يتقل معايا، يبقى زي المهلبية او اخف سنة. هيبقى جاهز معانا. هنطفي عليه، هيغلي غلوتين بالظبط وهنلاقيه تقل معانا بالشكل ده. طبعا انا ما حطيتش سكر لان انا حاطه اصلا على الغله سكر، فالسكر طبعا حسب الرغبه. اللي حابب يحط سكر كتير هيحط، تظبطوا السكر بتاعكم زي ما تحبوا. بس كده. السكر لو كنت هنحطه كنا هنحطه واحنا قبل ما نحطه نرفعه على النار، ونرفع كله مع بعض على النار. اخر حاجه بس بنحطها هي الفانيليا عشان ريحتها ما تطرش معايا. شايفين ادي القوام بتاعها؟ شايفين بقى ايه القوام بتاعها ازاي اهو كده؟ قربت ايه توصل معايا للقوام المطلوب. فانا طبعا هقلب فيها كده لغايه لما ايه تتقل معايا سنه كمان، وايه واحط الفانيليا. شايفين كده القوام المظبوط بتاعها اهو؟ شايفين كده؟ بقى نسيبها ايه اول ما بدات بقى تعمل فقاقيع كده عليها، نطفي بقى عليها ونحط رشه الفانيليا. حط معلقه كبيره من الفانيليا السايله. انا بحب الفانيليا السايله، طعمها بيبقى اوضح في الحاجه. اذا مش حابين تحطوا فانيليا سايله هتحطوا فانيليا عادي بودر. بس كده. وابدا بقى اصبها في الاطباق وهوريكم شكلها بقى لما اصبها في الاطباق. شكلها اهو بعد ما صبيتها في البولات. عايزه اقول لكم انها الطريقه دي جميله جدا، جربوها بالطريقه دي مظبوطه جدا. طبعا حابين تحطوا عليها مكسرات، زبيب، جوز هند، هتحطوا عليها على الوش. طبعا انا ما بحبهوش ولا ولادي، فبالتالي فما حطيتش عليها خالص اهو. زي ما انتم شايفين هي كمان ساده حلوه جدا ومغذيه لاولادنا. جربوها بالطريقه دي. وما تنسوش لو مش مشتركين في القناه تشتركوا في القناه.
طبعا هتسيبوها الاول تبرد شويه، وبعدين هنبدا ندخلها التلاجة تجمد معانا. ما تنسوش طبعا اللايك والشير. اشوفكم على خير، باي باي.